زي ما انتم شايفين اهوت، شايفين بقى في النور ربنا حطهم كده ايه في المنور يبردهم، عشان لما يبردهم اعبيهم بقى ايه في اكياس واحطهم ايه في الفريزر. ولما بيطلعوا من الفريزر بتسخنيهم، لو عندك ميكروويف بيطلع طعمه احلى من الصبح كمان. ولو انتي عايزه يعني انا بحتفظ بيه ازاي، بحط كل واحد كده في كيس ايه واربطه، بس طبعا بعد ما يبرد خالص ويهدى، وايه واحطهم فوق بعض كده في ايه في درج في الفريزر. او لو الفريزر بتاعك اللي هو زي بتاع المحلات ده، بتحطيهم برضو ايه فوق بعض. او لو انت عايزه تقطعي الواحد 4، يعني تبع ما انت عايزه، شوفي انت عايزه ايه واحتفظي بيه. وطبعا الصواني بتاعتي بتبقى دايره على طول، لان انا بخبز فيها على طول فما بيلزقش. انما انت لو انت مثلا بتعملي كل فتره عشان ما يلزقش منك، يا اما رشه دقيق كده في قاع الصينيه، يا اما دهنه زيت خفيفه خالص علشان خاطر ما يلزقش. هو شايفينه معايا اهو ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هو سخن، انا مش شوف واحد بارد شويه. شايفين ما شاء الله اللون، شايفين ذهبي من فوق ومن تحت وطري جدا زي السفنجة. يا رب تكونوا استفدتم من الطريقة والقصة اللي انا حكيتها لكم. ولو انتوا عايزين اي استفسار اكتبولي وانا ان شاء الله ارد عليكم. مع الف سلامة.